السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبنا؟ عاملين ايه الاخبار؟ احنا النهارده قلنا هنتكلم في الجزء الفني بتاع ماتش الاهلي وسموحة، وهنبين ليه الاهلي وحش، ليه الاهلي شكله مش كويس، ليه الاهلي قعد اكتر من شهر عشان يعرف يكسب ماتش، وليه ان انا مش مطمن لماتش بيراميدز او الزمالك اللي تقريبا بنسبة 80% هيبقى فيهم حسم الدوري. تعالوا مع بعض نشوف الحالات، وفي حاجة تانية هنتكلم عليها في اخر الفيديو. دي كده اول حالة معانا، اول حالة لسه في الدقيقة 4، دقيقة 4 تلاقي ياسر ابراهيم مع الكوره، ومفروض محمد هاني راح يستقبل منه الكوره. بص على محمد هاني، محمد هاني رايح بوشه، يعني مدي ظهره للملعب. طب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ اتفرج، هو ما عدلش نفسه، يعني ما عملش التيرن، لا هو رايح غلط، فهيتضغط عليه باتنين. خليك فاكر الضغطه دي كويس قوي عشان هيجي عليها دور وهقول لك عايزها في ايه. بص الضغطه، يعني هيتضغط عليه باتنين، فالكرة هتقطع منه، تعمل عرضيه، ياسين مرعي شايف ان جاي عليه المهاجم، بص هيتصرف معاه ازاي. الكرة اتاخدت من قدامه، فانت ولا استخلصت الكرة من المهاجم بتاع سموحة من قبل ما ياخدها، ولا عرفت تطلع بالكرة من عند محمد هاني. دي الكرة التانية، عرضية، باين ان محمد هاني شايف ان قدامه واحد، فالطبيعي ان هو يغطيه او يشيل الكرة من قدامه او ايا كان. بص ايه اللي هيحصل، قلب دبل كيك يا معلم، عمل دبل كيك ومحمد هاني بيتفرج عليه. تمام، دي حاجه. فانا هنا مش بتكلم على محمد هاني، انا هنا بتكلم على فكره، انت مش عارف ازاي الكره قدامك وما بتاخدهاش. دي حاجه انا مش قادر اتخيلها. هنيجي نبص للكره الثالثه، بص الكره الثالثه، ياسين مرعي مش عارف يقطع الكره، مش عارف يقطع الكوره، اتباصى. امام عاشور مش عارف يقطع، ادي تاني لعيب مش عارف يقطع الكوره. بص انت بتلعب عليك الكوره ازاي، مفيش حد عارف يقطعها. تريزيجيه مش عارف يقطع الكوره، عرضيه. محمد هاني برضو ما خدش الكوره. الكرة هنا بقى دي ياسر ابراهيم ربنا نجدنا وقطع الكرة. بص ياسر ابراهيم معاه لاعب، ومحمد هاني المفروض ان معاه لاعب. بص محمد هاني بقى بيلف حوالين نفسه، وقف لوحده ومش معاه اي حد. لو كان وقف صح اصلا، هو محمد هاني لو كان وقف صح وبدل ما العرضيه تتعمل على الارض كده، ما كناش دخلنا في هسل ان في ضربه جزاء او مش في ضربه جزاء. هي انا شايفها ضربه جزاء على فكره، بس النهارده على فكره في ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي في كره اختها مع سيمينيو في الشوط الثاني قبل الاجوان ما تيجي، نفس الكوره تقريبا وما اتحسبتش. بس انا على نفسي شايفها ضربه جزاء، وده مشكله لجنه الحكام. انت المشكله مش مع النادي الاهلي، ولا بنقول ان يا عم انت مش ظالم للنادي الاهلي، ومش مش هخش في نزاهتك ومش هخش في نواياك، بس انت عندك مشكله في التحكيم. اللي عمل المشكله ان انت طلعت قلت ان لا انا حكامي زي الفل ايا كان ايه قرارهم. دي الكره الرابعه، كره عرضيه فاول، برضو اللعيب بتاع سموحه طلع خد الكوره عادي مفيش اي مشكله. عايزك بقى تتفرج هنا بقى يا معلم على الكوره دي، احنا واقفين في جنب مع بعض كلنا. عايزك تتفرج على اللعيب بتاع سموحه هيعمل ايه. خد اللاعب مروان عطيه في ظهره وعدل وشاط، ومصطفى شوبير هو اللي شالها. الكوره التانيه، اتفرج بقى، اتفرج هنا. لعيبه الاهلي هتطالب بلمسه يد، لعيبه الاهلي في الكوره دي هتطالب بلمسه يد. طب لما هيطالبوا بلمسه يد، شوفوا ايه اللي هيحصل. كل الفرقه خمسه في ست لعيبه واقفين من النادي الاهلي بيطالبوا بلمسه يد. كمل معايا. بص يا معلم، الحكم قال له مفيش حاجه، كمل. كرة اتلعبت عرضيه، الكرة بقت هجمه مرتده علينا، طوليه سوري، الكرة بقت هجمه مرتده علينا، وبالعمر ما عرفش يقطع. فطبعا مصطفى شوبير هنا، انا ما بقولش ان مصطفى شوبير صح نهائي، مصطفى شوبير غلط، بس الغلط اللي هو عمله ده هو ممكن ده اللي يكون عطل الهجمه نوعا ما. عايزك تتفرج على الكرة دي، كرة اللعيب استلم بدماغه عادي، سيم مرعي بيشتت غلط، بيشتت لهم، فالكرة خدوها. بص المفاجأة، بص المفاجأة، عمرو السيسي بص عمرو السيسي اهو عدل وشاط، عدل وشاط. انت متخيل احنا وصلنا لفين في الاهلي، ان لعيب زي عمرو السيسي بيعدل ويشوط عادي. تعال بقى نشوف كرة الجون. بص الجون اللي سموحه جابته، انا جايب لك من الكادر ده وعايزك تشوف بدايه الهجمه بدات منين. من عند مصطفى شوبير، مصطفى شوبير كرة اصلا ضربه مرمى عاديه جدا. مصطفى شوبير شاط الكوره رايحه لزيزو، زيزو ما عرفش ياخدها، فاللعيب بتاع سموحه طح، فاللعيب في نص الملعب بيرقص اتنين وبيعدي بيكمل. المهاجم اللي جاب الجون ياسين مرعي وبالعمري الاتنين مش عارفين يطلعوا منه. فانت عندك مشكله، ولا انت عارف تاخد اي التحام. بص كده، في بيقولوها دايما في الكوره، عشان تكسب الكوره وتبقى انت كعبك عالي في الماتش لازم تاخد الالتحامات من اول الكوره.
من اول الماتش تخبطوا في بعض وتاخد الالتحامات، فتبدا يبقى كعبك عالي. مفيش التحام انت كنت بتاخده، مفيش عرضيه كنت بتاخدها، مفيش كره طوليه كنت بتاخدها، فطبيعي يبقى شكلك وحش بالمنظر ده. التحامات الاهلي ضعيفه جدا، لازم ده كله يتعالج. وعشان كده وعشان الحالات اللي انا اتكلمت فيها دي، انا شايف ان النادي الاهلي مش هيكسب ولا بيراميدز ولا الزمالك قولا واحدا. اخر حاجه عايز اتكلم فيها النهارده، المشكله اللي حصلت لما سيد عبد الحفيظ وجمال جبر والمسؤولين النادي الاهلي راحوا لاتحاد الكوره النهارده عشان جلسه الاستماع بتاعه حكام الفار. انت اتحاد الكوره قال لك لا انا مش هسمح غير بالجهاز الفني والجهاز الاداري هو اللي يحضر. السيد عبد الحفيظ رد عليهم رد قوي جدا، قال لهم طب لو الناس دي كنا احنا مشيناهم بعد ماتش سيراميكا كنت هتقول لي ايه؟ مشكله من البدايه ان اتحاد الكوره لما قال لهم مفيش مشكله تيجي تعملوا استماع، ولا حدد مين افراد ولا حدد مين الفتره اللي هيتسمع فيها، يعني هو بيقول لك دلوقتي 3 دقايق. طب الاهلي قال لك انا عايز اسمع الماتش كله، فانت من الاول ما حددتش، انت من الاول سمحت ان الناس تيجي عادي. وده طبيعي بيحصل بره، حصل في انجلترا في ماتش توتنهام وليفربول، بيحصل في اسبانيا، حصل في ماتش في مصر ما بين الاهلي والزمالك، عادي بيتعمل. طيب انت رافض ده، قول انك رافض ده، مع ان مفيش سبب انك ترفضه، لان انت لو رفضته ليه بترفضه؟ وليه لغايه دلوقتي انت مش عايز سيد عبد الحفيظ يحضر؟ ليه مش عايز تطلع التسجيل كامل؟ كبر دماغك، يعني انا واحد ما علياش حاجه ما اسمعه. هتقول لي كل من هب ودب هيبقى عايز يسمع التسجيلات بتاعه الفار، اعملها بكوته، اعملها بفلوس، ما فيش مشكله، اللي عايز يسمع يدفع، مفيش مشكله. انما انت منعت، طب انت منعت ليه؟ انت بتحمي الحكم بتاعك ولا بتحمي لجنه الحكام ولا بتحمي مين؟ مشكله ان لجنه الحكام مش معترفه بولا خطأ. يعني اعترف انك غلطت عادي، ما الحكام طبيعي، الحكام دي بني ادمين طبيعي انها تغلط، اعترف انه غلط وبنعتذر عن الخطأ ده وشكرا. كده الفيديو بتاع النهارده خلص، ودي نهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب.